إضافة أن الملك محمد السادس اتخذ القرار بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة. التوتر بين المغرب وجبهة البوليساريو كان ازداد في الأشهر الأخيرة، إذ أقام مقاتلو بوليساريو نقطة عسكرية جديدة في الجرجرات وعلى مسافة قريبة من الجنود المغاربة، وذلك بعد أن بدأ المغرب بشق طريق في جنوب منطقة عازلة تفصل بين الطرفين. أول المعلقين على هذا القرار المغربي كانت وزارة الخارجية الفرنسية، التي أصدرت بيانا رحبت فيه بقرار المملكة ورأت فيه خطوة مهمة نحو التهدئة. سنرى إن كان هذا القرار فعلا سيقود إلى تهدئة. نرحب بالسيد أبي بشرايا البشير، ضيفنا هنا في الاستوديو. مساء الخير سيد البشير. أهلا وسهلا. فرنسا تقول إن هذا القرار سيقود إلى تهدئة. مرد البوليساريو على هذا القرار الأحادي الجانب من المملكة المغربية؟ لا، بالنسبة لنا ما ورد في بيان وزارة الخارجية المغربية يعني يشكل لا حدث بامتياز بالنسبة لنا، وينضوي على مغالطة مركبة، لأنه يحاول أن يقدم أولا لا يشير إلى من بادر إلى وقف إطلاق النار أصلا والخروج بقواته من منطقة الجرجرات يوم 11 أوت. البوليساريو اعترضت على ذلك وتقدمت بمذكرات عديدة للأمم المتحدة احتجاجا على ذلك، ولم نجد آذانا صاغية لا من المغرب ولا من الأمانة العامة، وبالتالي يجبرنا على اتخاذ القرار من أجل يعني إيقاف تعبيد الطريق. ولكن المغالطة الأكبر بأنه المغرب يحاول تقديم موضوع الجرجرات استغلاله كالشجرة التي تخفي الغابة، والغابة الأكبر هو تعطيل مسار استفتاء تقرير المصير، استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، تعطيل مهمة مبعوث الأمم المتحدة ومسار التفاوض منذ مارس سنة 2012، طرد المراقبين أكثر من 200 مراقب من المدن المحتلة، والاستمرار في الاستغلال اللا شرعي للثروات الطبيعية خلافا لما يقتضيه القانون الدولي. طيب، بمعزل عن من بدأ أستاذ البشير، لأن طبعا رواية المغرب مختلفة. هي تتهم البوليساريو بإرسال جنودها وبإرسال تعزيزات إلى هذه المنطقة، وبالتالي تتهم البوليساريو بالبدء في التوتر أو في التسبب بالتوتر في هذه المنطقة. الآن المغرب أخذ خطوة أحادية الجانب. لماذا لا تستغل البوليساريو هذا يعني السلوك الإيجابي من المملكة لكي تبني ربما عليه شيئا؟ أنا يعني بدأت بالقول بأن السلوك ليس إيجابيا، أولا لأن المغرب هو من بادر، وهذه مسألة موثقة. لا، الأمم المتحدة طالبت بهذا الانسحاب، وهو المغرب ينفذ هذا الانسحاب، ينفذ أيضا، يلتزم بأيضا قرارات دولية. نحن يعني عبرت جبهة البوليساريو عن مشاطرتها الأمين العام للمتحدة انشغال إزاء حالة الاحتقان في منطقة الجرجرات، ولكننا ندعو الأمم المتحدة وندعو الطرف المغربي إلى معالجة الأسباب التي أدت إلى الاحتقان، وعدم الاقتصار فقط واختزال الموضوع في النتائج التي وردت ومنها الجرجرات، لأنه إذا لم نقم بمعالجة الأسباب المتعلقة بالجوهر وهي تسهيل مأمورية الأمم المتحدة وسبب وجود بعثة الأمم المتحدة أصلا في الصحراء الغربية الذي هو تنظيم استفتاء تقرير المصير وما يرافقه من قضايا جوهرية، فإننا يعني معرضون إلى حصول حالة أخرى من الجرجرات غدا أو بعد غد في نقطة أخرى من الإقليم. تعزيزات البوليساريو باقية في الجرجرات إلى حد الساعة. تعزيزات البوليساريو باقية، ونحن ننادي الأمم المتحدة والمغرب إلى الانخراط في مسار تفاوضي جدي من أجل حل الإشكالية في كلياتها وليس جزئياتها، والالتزام بمأمورية الأمم المتحدة ألا هي تنظيم استفتاء تقرير المصير وإعادة بعث مسار التفاوض الذي أوقفه المغرب منذ مارس سنة 2012، وأوقف مهمة المبعوث الشخصي الأمين العام للمتحدة كريستوفر روس. هناك أمين عام جديد، نحن مستعدون للتعاون معه بالتأكيد، نمد له يدنا، ولكن نمد يدنا على أسس يعني سليمة سوف تقود إلى الدفع بمسار التسوية ومعالجة الموضوع في كلياته. الجرجرات تشكل جزء بسيط تفصيلي من واقع كلي يتعلق بمستقبل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. أشكرك. واضح أستاذ أبي بشرايا البشير، واضح إذن موقفكم من هذه المسألة. شكرا جزيلا لك، شكرا لحضورك معنا اليوم. نتابع إذن باقي ملفات هذه